مساء الخير عليكم. لو انتي تبي بشرتك تكون مشدودة وصافية، تعالي اسمعي الخمس نصايح هذه، لانه اغلب البنات بتصرف فلوسها على منتجات ما راح تستفيد منها وتنسى الشيء الاساسي. اول حاجة، اغسلي بشرتك مرتين في اليوم وبعدها على طول حطي مرطب. البشرة الصافية هي البشرة المرطبة، مش البشرة المشدودة والناشفة. ثاني حاجة واللي كثير يغفلوه من البنات هو واقي الشمس، ويحطون واقي الشمس بس لما يخرجوا. واقي الشمس حتى وانت في البيت، حتى وانت ما راح تخرجين برا، لانه واقي الشمس بيحمي البشرة من الشوائب وبيحميه من الجو، ولو طلعتي برضو حيحميه من الشمس. فواقي الشمس مهم حتى وانت في البيت ما راح تطلعي. الحماية اليومية اللي على طول بتساعد على نضارة وشد البشرة، وحتى لو طلعتي للشمس بتساعد أكثر إنه الشمس ما تجي على بشرتك وما تضر بشرتك، لانك انت من قبل كنت مهتمه ومن قبل كنت تحطين واقي الشمس، عشان زي كذا واقي الشمس حتى وانت في البيت. وتقلل تاثير الشمس مع الوقت. نوم الكافي والاكل الصحي. الاكل الصحي، شرب المويه، النوم الكافي اكثر من 8 ساعات، الخضروات، الفواكه، الكولاجين، المشروبات الصحيه، هذه كلها يا بنات ترى تأثر على البشرة. يعني في كثير بنات ممكن ما يسوون إجراءات تجميلية ولا إجراءات في عيادات، بس تعالوا شوفوا كيف بشرتهم مشدودة وجميلة ونضرة بسبب شرب الموية وبسبب الأكل الصحي، وبسبب كمان إنه في روتين عناية مهم. أوكي؟ وطبعا أكيد ما ننسى الاستمرارية في أي شيء، في المنتجات، في الأكل الصحي، في المشي، في النفسية الحلوة، هذه كلها ترى تفرق كثير في البشرة. حابين طبعا نتكلم على أهم الأشياء التجميلية في العيادات اللي تساعد على نضارة البشرة والتفتيح والتنظيف، برضو قولولي وأكيد ما حقصر معاكم.